هناك سؤال من أحد الإخوة يقول أننا في الخارج عرضة لكل دعوة، يعني ونعاني من هذا أشد المعاناة. ومما نعانيه الآن أن الشيعة الاثنى عشرية أصبحوا ينشرون دعواتهم بوسائل شتى كثيرة ويغرون أبناء المسلمين في الجاليات الإسلامية، وقد وصلوا إلى مناطق لا يصدق أن يوصل إليها. فهل لفضيلتكم أن تذكروا بإيجاز أهم الفروق بين السنة والشيعة؟ الفروق بين السنة والشيعة كثيرة جدا، ولكن من أعظمها ومن أهمها أن أهل السنة يترحمون على الصحابة رضي الله عنهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما المعروف عن الطائفة التي ذكرها السائل فإنهم يقدحون في الصحابة ويرون أنهم فساق وأنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن قدحهم في الصحابة ليس قدحا في الصحابة أنفسهم، لكنه قدح في الصحابة وقدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدح بالشريعة الإسلامية، وقدح في حكمة الرب عز وجل. أما كونه قدحا في الصحابة فظاهر، وأما كونه قدحا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلأن من جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أصحابه بهذه المنزلة من السوء فإنه قدح بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المرء على دين خليله، والمرء يوزن بقرنائه وأصحابه، فإذا كان قرناء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بهذه المثابة فإنه يكون مثلهم والعياذ بالله. وأما كونه قدحا في الشريعة فلأن الشريعة لم تصل إلينا إلا عن طريق الصحابة، فإذا كانوا على هذا الوصف المشين فكيف نثق بهذه الشريعة وكيف نعتمدها وكيف نجعلها طريقا لنا إلى الله عز وجل؟ وأما كونه قدحا في حكمة الرب سبحانه وتعالى فلأنه يقال من أبلغ ما ينافي الحكمة أن يختار الله لأفضل خلقه أصحابا بهذه المثابة التي يرميهم بها هؤلاء الضلال. هذه النقطة من أهم ما يكون فرقا بين أهل السنة وبين الشيعة. والحقيقة أننا لو رجعنا إلى مدلول هذه الكلمة، كلمة شيعة، يعنون بها أنهم شيعة لآل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن آل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين لا يرضون بما ذهب إليه هؤلاء بل يتبرؤون منه. فكيف يكون الإنسان شيعة لشخص يتبرأ من فعله؟ وأحق الناس أن يكونوا من أولياء أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أحق الناس بهذا الوصف هم أهل السنة، لأنهم يرون لهم حقين: حق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يغلون فيهم هذا الغلو الذي قد يصل إلى ادعاء الربوبية بآل البيت، أو أنهم أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم في مذاهبهم. والحاصل أنه يجب علينا نحن أن نعرض طريقة أهل السنة والجماعة على وجه مشرق بين واضح في آل النبي صلى الله عليه وسلم
وفي بقية الصحابة حتى يتبين به زيف ما ذهب إليه هؤلاء الغلاة؟ هذا سؤال أحسن الله إليك الحقيقة طرح عدة مرات، ويقول سائل